تقشروه وتضربوه في الكبه وتحطوا على الكيلو اللحمه بتاعكم او على نص كيلو على حسب، وتنزلوا بالفلفل والبهارات بتاعتكم، مكعبين مرقه ومعلقه كمان معلقه توم كبيره، وتحطي كزبره وفلفل اسمر وكمون وكمان حبه كاري وشطه هريسه. ما فيش يبقى شطه عاديه بس حطي حبه شطه حلوين كده عشان الحواوشي يبقى جامد معاكي، وكمان 5 معالق دقيق على الكيلو اللحمه المفرومه، والطماطم بتاعتك تقطعيها وتصفيها من الميه بتاعتها وتحطيها. اذا تضيفي اي بهارات تانية تقدري تضيفي، بس تكون بهارات ما تعليش قوي معاكي. وتحطي الملح، وهقول لكم على حاجه مهمه قوي هتخلي الحواوشي بتاعك ده حلو قوي، وهتقلبي كل ده في بعض. ليه الدقيق يا سوبر ماما؟ علشان الحواوشي بتاعك او اللحمه تبقى متماسكه قطعه واحده كلها متساويه، ما يبقاش متفتفت جوه رغيف الحواوشي. الدقيق ده بيمسك لك اللحمه المفرومه وبيخليها قطعه واحده كده زي الرغيف. قلبنا كل ده وحطينا الملح بتاعنا